انت بتروح تسمع اللي انت عايزه مش اللي انت محتاجه. انت عايز حد يقول لك والله محدش فاهمك ومحدش حاسس بيك ومحدش عدى باللي انت عديت بيه، فعشان كده محدش هيفهمك ومحدش هيحس بيك. بس مش ده اللي انت محتاجه. اللي انت محتاجه حد يحط مراية قدامك ويقول لك انت فين دورك من القصة دي. محدش فاهمك، محدش حاسس بيك، اوكي، بس هل انت عارف تكومينيكيت افكارك ومشاعرك واحتياجاتك بالشكل المناسب؟ هل انت اصلا عارفهم؟ هل انت عندك الجرأة ان انت تروح تقول لحد انا خايف اتفهم غلط فعايز اتاكد ان انت فهمتني صح، انا كنت عايز اقول 1 2 3 4؟ وده اللي معظمنا بيعمله لما المشاعر تبقى تقيله. في حد بيشيل مسؤوليه مشاعره ويحاول يفهم ايه اللي بيحصل جواه، طب ايه الحل اللي انا ممكن اعمله؟ وفي حد تاني هو مش قادر يحس بالمسؤوليه بتاعت مشاعره، مشاعر تقيله قوي، مشاعر مرهقه جدا، فانا مش هشيل مسؤوليتها. ليه اشيل مسؤوليتها لما انا ممكن بكل سهوله ارمي المشاعر دي لبره، اقول المشكله في الناس، محدش فاهمني، محدش حاسس بيا؟ ده اسهل. مش معناه تقليل من مشاعرك، بالعكس مشاعرك مهمه جدا. حس بالحزن والغضب والخذلان والرفض وكل المشاعر التقيله دي، بس بعدها تعال نشوف ايه اللي ممكن نعمله. بس بتروح لثيرابي او علاج نفسي بالسنه مفيش اي تغيير. ليه؟ علشان احنا بنسكر المشكله. والله عين عليك يا ابني، هم المشكله ومحدش حاسس بيك والدنيا صعبه، بس احنا مش بنشوف ايه دورنا في القصة دي. وده تقيل، الناس مش بتقبل، بتحس انه المعالج النفسي مش حاسس بيها، ولكن في الحقيقة دور المعالج النفسي الحقيقي انه يحط مراية قدامك ويسألك طيب ده الوضع الحالي، انت ايه دورك في القصة دي؟ وتعالى نشوف ايه اللي ممكن نعمله. يعني العالم بينتهي، هنفضل نلوم لحد امتى؟